فراشة من السلك. ايوه عملتها بايدي. الحلق ده من سلك اسود بس شكله فخم كأنه تحفة. تعالوا شوفوا يلا الواير ارت. حلق شكله صعب بس خطواته سهلة وبسيطة. عايزة اقول لكم ان انا كنت قاعدة زهقانة ولقيت عندي شوية سلك اسود بقاله فترة كبيرة عندي، فقلت اعمل حلق على مزاجي. بصوا هنا انا قصيت 5 قطع، طول القطعة 10 سنتي كلهم قد بعض، وبعدين قصيت قطعة 15 سنتي علشان اربطهم بيها زي ما انتوا كده شايفين. 5 قطع طول 10 سنتي وقطعة واحدة بس طول 15، هي ديت اللي لميت بيهم، اللي ربطت بيهم المجموعة كلها على بعضها. شوية لفات كده يمين وشوية لفات شمال لقيته طلع شيك قوي. هقول لكم على سر، الحلق ده اتولد من زهق. انا كان عندي سلك اسود مرمي وانا كنت قاعده زهقانه، فقلت اجرب كده الف كده من غير تخطيط، وفجاه طلع الشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص هنا بعد ما ثبت 5 فروع السلك، ثبتهم كويس قوي لفتهم من النص. بعد كده هتبتدي بقى الفراشة بقى اللي احنا عاملينها مع بعض. تابعوا معايا الخطوات خطوة بخطوة، وما تنسيش تعملي لايك لو عجبك وسبسكرايب للقناة. هنا انا كده خلاص كده خلصت من مرحلة التثبيت، خلاص ثبت السلوك مع بعض. هنا بقى هيبتدي بقى ان انا اسيب كل فرع لوحده عشان نبتدي مع بعض اللفات الدائرية اللي احنا متعودين عليها معايا في كل فيديو. كده انا هنا بوسعهم كده مع بعض عشان اعرف الف بالبنسة الملفوفة. ابتديت امسك البنسة الملفوفة واخد كل طرف واعمل له دايرة لوحده، لفة لوحده. ونخلي بالنا ان هما 5، 2 على الجنب ده و2 على الجنب ده، واللي في النص هتبقى عمودية مش هنميلها، مش هناخدها بميلة، هنسيبها عمودية زي ما هي، تدي شكل جميل جدا في الاخر. زي ما انتوا شايفين كده. ده السلك الثالث من الجنب اليمين. اخد قصاده الطرف اللي قصاده بالظبط نفس اللفة، واللي في النص بتبقى عمودية. كده احنا خلصنا من نص الحلق، الجزء اللي تحت زي ما انتوا شايفين كده. همسك بقى النص التاني وهعمل فيه زي الاولاني بالظبط. نمسك طرف السلك ونلفه كويس، نديره بالزرادية الملفوفة لفة على تحت. التانية ده اللي في النص هتبقى عمودية مش هنميلها، هنسيبها واقفة زي ما هي، بس هنتنيها نعمل بس هنسيبها عمودية تدي شكل احلى. 2 مايلين في النص عمودية، 2 من الجنب ده و2 من الجنب ده. عايزاكم تكتبوا لي رأيكم في الكومنت، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. دلوقتي هنجيب دلاية الحلق وزرادية الفضي،
زردة، سوري، الزردة الفضي، وهنفتحها مع بعض عشان نركب فيها الحلق. عايزه اقول لكم ان انا كانت علقه الحلقان عندي خلصانه، وهقول لكم ازاي انا اتصرفت ان انا ممكن اقدر اعملها بالمسامير العاديه. ان انا امسكها عموديه واتنيها كده وتبقى تظبط معايا بس، وكده الحلق خلص. ايه رايكم؟ سميته الفراشه، سميته حلق الزهق. انا كنتش اتوقع والله السلك الاسود ده بقاله فتره عندي مركون، ما كنتش اتوقع ان انا اطلع منه حلق، بس انا عايزاكم تكتبوا لي رايكم.